القضية ديال اليوم كتعلق براجل عاش في الفقر والعنف ومأوى المتشردين، حتى ولا شاب حير معاه العالم، قاد أقوى وأشرس الدول، قتل 10 ديال الآلاف ديال بنادم بدم بارد، والسبب كيقولوا راجع للأم ديالو. اللغز الحقيقي مماته أو اختفائه. البعض كيقولوا أنه انتحر، والبعض الآخر كيعتقدوا أنه هرب، ولكن فين؟ وما علاقة ديالو بالعالم المتطور حاليا؟ أسئلة كثيرة تطرح، ولكن القضية كتبقى غامضة، وهي اختفاء أدولف هتلر. التاريخ عامر بأسماء الملوك ورؤساء وزعماء مختلف أنحاء العالم، واللي الموت ديالهم دار ضجة كبيرة تماما كضجة التي أثارها التفاصيل ديال حياتهم، سواء كانوا زعماء ديكتاتوريين أو محبوبين من قبل الشعوب ديالهم، وسواء كانوا سبب في الازدهار بلادهم أو في المجازر اللي تسبب في المقتل ديال الآلاف. إلا أن شخصية واحدة احتار التاريخ في الوصف كيفاش كانت النهاية ديالها. خليك من دوك المقاطع اللي كتشوفها ولا دازت عليه. الزعيم اللي غادي نهضروا عليه اليوم اختفى فجأة وما لقاوش الجثة ديالو ليومنا هذا. هادشي علاش خلى مجموعة من الشائعات تخرج عليه، والقضية ديالو كتعتبر لغز من الألغاز المحيرة للعالم. بالطبع إنه يا مشاهدينا الكرام الزعيم والضخم اللي حير العالم وقلب كيان الأرض، أدولف هتلر. لكن قبل ما نبدا لكم هذه القصة الممتعة والشيقة واللي فيها بزاف ديال البلانات، إلا كنت أول مرة تشوف قناة ما عليك إلا الضغط على زر الاشتراك وتفعل معك الجرس باش يوصلك الجديد أول بأول. اللي كنت باقي ما تفرجتش في فيديوهات قدام دخل تفرج فيهم وخلي معك شي جيم وكومونتير. 3 2 1 بداو الحلقة. أدولف هتلر أو أيدي هو من أشهر الزعماء اللي خلاو البصمة دموية في التاريخ، وتربط الاسم ديالو بأبشع المجازر الجماعية اللي ترتكبات بحق اليهود تحقيقا للرغبة ديالو. ولد أدولف هتلر في 2 أبريل سنة 1889 بقرية نمساوية صغيرة تسمى ليبورنو. كان كيعمل الأب ديالو موظف بالجمارك، والأم كانت من أسرة مزارعة. عاش طفولة فقيرة ومضطربة، والوالد ديالو كان عنيف معاه ومع الأم ديالو، لهذا السبب خلاه يفشل في الدراسة ديالو، بالرغم أنه كان متفوق في الدراسة ديالو الابتدائية وكان مهووس بالرسم، عاشق للفنون. وهذا الشيء اللي ما خلاش يتقبل أكثر من مرة في الأكاديمية الفنون الجميلة اللي كانت في مدينة فيينا، وتشطرد ايضا من الخدمه العسكريه وقالوا ليه انت ما لايقش لينا. موراها بايام توفات الوالده ديالو، وغادي تنتبهوا معايا مزيان واحد النقطه غادي نرجع عليها بسبب الام ديالو. ما علينا نكملوا. توفات الام ديالو وبسبب القساوه ديال الاب ديالو اللي كان كيعنفو غادي يعيش في المأوى ديال المتشردين. دابا غادي تسمعوا واحد 2 ديال المعلومات اللي غادي يصدموكم. اول معلومه، الاب ديال هتلر كان ولد غير شرعي. والمعلومه الثانيه هي صدور بزاف ديال الشائعات اللي خرجوا على ان الاصول ديال هتلر من اصل عرق يهودي، والواعره كاع ان هتلر براسو ما نفاش هاد الاشاعات اللي خرجوا عليه. هادشي هو اكدو في الكتاب اللي خرج ديال كفاحي، قراوه باش تعرفوا بزاف ديال البلانات على هتلر وتعرفوا السيره الذاتيه ديال هتلر من نهار تزاد حتى نهار توفى. ودابا غنرجع لكم البلان اللي كنت قلت لكم قبيله بسبب الام ديال هتلر. ان الطبيب اللي كان مكلف بالعلاج ديال الام ديالو اللي كانت كتصارع من مرض السرطان كان يهودي الجنسيه، وكان كيعطيها دواء غير مرخص به، بحال كان غير دواء تجريبي ما خاصوش تعطى للمرضى، هو كان كيعطيه ليها، وفي العوض داك الدواء ما يعالجها زاد في الالام ديالها وتوفات. هادشي اللي خلاه بغى ينتقم منهم اشد انتقام. التحق هتلر بالجيش البافاري بألمانيا، وتما بدا كيشكل الفكر ديالو السياسي. هادشي اللي خلاه يشكل حزب عمال سماه بالحزب النازي، واستخدم مهارات ديالو التنظيميه اللي تعلمها في الجيش البافاري لتطوير الحزب ديالو. هادشي اللي خلاه يقود الحزب النازي المحاولات الانقلابيه. في نوفمبر سنه 1923 دار محاوله انقلابيه لكن باءت بالفشل، وحكموا على هتلر بالسجن، لكن ما غاديش يبقى مسجون غير لبضعة اشهر. وفي ديك المده القصيره اللي كان فيها في السجن الف فيها داك الكتاب وكملوا ديال كفاحي اللي كنت قلت لكم قبيله. غادي يخرج هتلر من السجن
وغادي يبان الواجهه من جديد، ولكن هاد المره غادي يرتب الاوراق ديالو. وفي 13 يناير سنه 1930 عينوا الرئيس هاند بانريك مستشارا لالمانيا، وتما غادي يبدا يطيح في الخصوم ديالو في النازيه باش يثبت الجذور ديالو. في سنه 1934 بغى يتوفى الرئيس الالماني وغادي يترشح هتلر باش يكون الحاكم ديال الالمان، وطلق على نفسه زعيم المانيا. هنا غادي يبدا هتلر في الخطط ديالو. في الاول كانت الخطه ديالو باش يحكم المانيا، ولكن بعد مولا الرئيس ديال المانيا ولا عنده خطه كبيره وهدف كبير وبغى يوصل للقمه، هي باحتلال العالم. واول حاجه غادي يبدا بها هي غيرسل القوات ديالو باش يحتلوا النمسا، ومن بعدها التشيكوسلوفاكيا، وبدا التحالف ديالو مع ايطاليا وفرنسا وبريطانيا وامريكا والاتحاد السوفيتي. وقام هتلر باحتلال بولندا سنه 1939. تما علّوا الحلفاء الحرب عليه، واثناء الحرب هيمنات القوات ديالو المساحات كبيره من اوروبا، وايضا استولت على مساحات شاسعه من الاتحاد السوفيتي. لكن بالرغم هادشي كامل الاتحاد السوفيتي غيلحق هزيمه نكراء بالالمان في معركه ستالينغراند، ولكن هتلر ما استسلمش. وفي 10 ماي سنه 1940 بدات معركه الالمان لاحتلال فرنسا، البلاد اللي قاومت الالمان في الحرب العالميه الاولى، وجرها الحرب الخنادق واقتتال خندقين تابعين للجيشين بجوج اللي كانوا متضادين ومتعادين على منطقه ديال الارض. هادشي اللي خلى الحرب تنوض ما بيناتهم، هادشي اللي غادي يخلي الالمان ويخلي هتلر يحتل فرنسا في ما يقارب شهر ونصف. وفي نفس العام احتفل ادولف هتلر بالانتصار الالماني على فرنسا وبدخوله الى قلب عاصمه باريس، وتم قضى ساعات في زياره شوارع باريس وهو مرفوع الراس. ودابا غادي نجيو للصح، هو كيفاش وضع هتلر حد لحياته في الاسابيع الاخيره اللي سقطات فيها برلين واستسلام المانيا بشكل رسمي للحلفاء. اتخذ القائد النازي ادولف هتلر قرار بوضع حد لحياته برفقه الحبيبه ديالو اللي كان غيتزوجها قبل بنهار بالوفاه ديالو اللي سميتها ايفا براون، ورفض تم هتلر مغادره العاصمه الالمانيه، وفضل الانتحار على انه يتشمت ويكون في القبضه ديال الحلفاء والاعداء ديالو اللي كان هو كيقهرهم. وفي 30 ابريل سنه 1945 غتخرج الصحف الالمانيه والاذاعات الالمانيه كبيره وغتعلن على انتحار ادولف هتلر هو والزوجه ديالو. وهنا وضع ادولف هتلر حد لحياته وحد الفتره الحكميه لالمانيا اللي استمرت اكثر من 12 عام، واللي كانت من النتائج ديالها سقوط ملايين الضحايا وقلب كيان وموازين العالم، بهدل وطيح من قيمه جيوش وحكماء وزعماء كانوا مسيطرين على العالم. وهنا غادا تسير القصه ديال مرعب العالم ادولف هتلر. فهل يا ترى الوفاه ديالو بصح كانت عن طريق الانتحار او القتل او الاستغلال؟ هادشي باقي فيه الغموض ليومنا هذا. مشاهدينا الاوفياء، حتى لهنا غادي تسير القصه ديالنا ديال الزعيم والداهيه والاسطوره والثعلب والماكر ادولف هتلر. ما تنساوش جيمو كومونتير وتبارطاجيو الحلقه مع اصحابكم، حيت هاد الحلقه هادي خاصها توصل للتلاميذ بالخصوص وبالضروره، حيت هادشي اللي كانوا كيوصلوا لنا في المدارس لو كيقريوه لينا ماشي بنفس الطريقه. كان معكم رضا حماموش، تهلاو في راسكم. Ohne 3 Monate vergangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. So wahr wir das für